كلام خلصان وانجي والمذيع والمذيع اهي. بصوا أيوة. خدوا بالكم من البطاقه والورق. فسك فعلا، اقسم بالله العظيم فسك، اقسم بالله. يعني هم مفكرين حاجه حلوه. انا مش عارف انا هعمل الفيديو ده ازاي، بس هعمله. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. مش عارف بجد ازاي انا هتكلم عن الموضوع ده، وهو موضوع كروان مشاكل. كروان مشاكل اللي نص اسمه ماشي عليه، وهو المشاكل طبعا ملوش اي علاقه خالص بالكروان. كروان مشاكل شخصيه من الشخصيات اللي بتظهر على السوشيال ميديا وبتعمل ضجه، بيحاولوا بكل الطرق يطلعوا ترند. عادي يعني، اطلع اتريق، اطلع اقول انا صوتي حلو، اطلع اقول انا بعرف امثل، وهي لقيته اكتفى بكده. ده عمل اللي حرفيا ما يتعملش. من كام يوم كنت بتفرج وبشوف وبسمع عن مشكلة كروان مشاكل، واحدة يقال عنها إنها إعلامية مش عارف مين كده حمامة. بجد الموضوع غريب جدا ويهلك من الضحك. تعالى نسمع كروان بيقول إيه. لا انا ما اتجوزتش ولسه سايمه، بس هي محترمه وبنت ناس. انا كنت يعني أنت ما اتجوزتش زي ما أنت يعني معلم كروان؟ طب ده أقول عليه عشان عندنا النهارده فرح بوشعادي. مين هو بقى؟ الكلام مشاكل. يعني الكلام خلصان وانجي والمذيع والمذيع اهي. بصوا أيوة. خدوا بالكم من البطاقه والورق اهو. طب ده أقول عليه. وأنت يا ابني ما أنت باين في الفيديو إنك بتمضي أهو متجوز يا حبيبي. طب سيبك يا عم إنك بتمضي أهو كده. إيه الفرح ده؟ ألف مبروك مروان، ألف مبروك. لا والله ألف مبروك. حرفيا الواد ده بص بينحت في الترند، بيديو اسنانه في الترند. فاكتر حاجه مخلياني مستفز من الكائن ده انه عنده ثقه انا لو عندي ربعها ممكن احكم العالم. حرفيا يقول لك انا صوتي حلو، وصوته سمعتوه، مش محتاج ان انا اجيبه وتسمعوه وتشيلوا سيئات على قفايا بصراحه. لان الموضوع مش لذيذ خالص. يا عم كروان يا عم مشاكل، انا هقول لك يا مشاكل علشان كروان دي مش لاقي عليك خالص يا معلم. تمام. السؤال اللي انا بساله لنفسي، فين الحكومه؟ فين القانون اللي سايب الاشكال دي ظاهره كده؟ يا جدعان، هو احنا كل مره هنطلع نقول الاشكال دي بتهدم المجتمع؟ ولا انتوا اصلا عايزين المجتمع ينهدم؟ لازما دول يعني يتحط لهم حد. اذا كانت الاعلاميه او هو او اي واحد من الاشكال دي يطلع بالشكل ده لازم يتحط له حد. شفت القرارات انت وصلت لنا لايه؟ شفت القرارات انت وصلت لنا لايه؟ محمد بتاع كشري التحليل طلع ينتقدك يا راجل. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ فسك فعلا، اقسم بالله العظيم فسك، اقسم بالله. يعني هم مفكرين حاجه حلوه. في فيديو اتنشر، والاستاذه بسم الله ان شاء الله الفيديو ما خدش 10 دقائق ربع ساعه، واتنشر على جميع دول العالم، وطلع اس جروب. الفيديو ده بعد ما اتنشر انت بشكلك ايه؟ ندر لو دخلت يا الله اعلم ما تخش يعني انت بقى اضرب نفسك. هي معهاش كارنيه اصلا عالميه، هي اسمها اعلاميه. متخيل احنا وصلنا لفين؟ عايز المشاهد الموضوع وصل لمرحله البيبي. بجد والله العظيم وصل لمرحله البيبي. السوشيال ميديا بقت قطنيل على الاخر. بجد بقت قطنيل على الاخر. حلقه ملهاش لازمه بس كنت لازم اعملها. يلا سلام.